فالقلب موصول المنى بالله جل جلاله. اشتقنا لك دقينا بابك فينا الشوق كبير، نورت وآنست أحبابك أهلا شهر الخير. هيك في رمضان تعلمنا نسامح لو حد مخاصمنا، حتى اللي ما عادش كلمنا نمشوا لو نقولوا لا خير. هيك في رمضان تعلمنا سامح لو حد مخاصمنا، حتى اللي ما عادش كلمنا نمشوا لو نقولوا لا خير. نورت وآنست أحبابك أهلا شهر الخير. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رمضانكم مبروك، رمضان الخير والبركة واللمة. سمحة لمتكم معانا، سمحة اللمة. لا 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 باش مهندس، it doesn't make sense at all. تو هذا ديكور بوتيك متاعي أنا، مش قلنا نديروا فواصل وقلت لي العرسة بتضايقنا، قلت لك عادي نزيدوها شوية يمين أو يسار. وحتى أمس كنت نحكي مع يارا وتارا وقالوا لي لو تديريه مثلث متساوي الأضلاع في الزاوية هدي حيجي جورجس حرفيا، والأرضية مش نايس لوك.
بالكاكروات مش كلهم ماتشي ماتشي، مش قلت لك نبيهم احمر بالجندي؟ وزي ما يقولوا تميز باللون as possible as soon. كترت عليك المواضيع، قد راسك وحطها على الربيع. السيدات والسادة، مرحبا بكم على متن رحلة ميد سكاي. يرجى ربط أحزمة الأمان والاسترخاء والاستمتاع بالرحلة. مالطا، تونس، اسطنبول، روما. ميد سكاي، نقرب المسافات. الليلة نسهرهم سهرة جميلة، نتسحر عالنيل الليلة ونروح على 5:30. جبت معايا كلات ليبية مبطن وفتات ومحلي بمجريدات الأكل الليبي حلو ونص. بكرة هنفطر في الحسين الأكل المصري يا أم ياسين، واللي بساكد منه رسين لبسه زايد فيه النص. الليلة هنلبس من نورسين العيلة، ولا من دلوقتي وبالليلة هلبس من نورسين وبس. نورسين زين ما اخترت. متأكد الحوش ما فيش حد؟ ايه فاضي، خف روحك بسرعة، خف روحك، حط البضاعة في الشنطة قبل. شد روحك يا حوتة، مش وقتها الماكلة تو. ما طيح فيها ده كله. لقيت عن نورهان بكري. من نورهان؟ هاي توني شرح لك. لا يا بنات، الزيت اللي نستخدم فيه اسمه ملاك، لازم تجربوه، صحي جدا وخفيف على المعدة. وهذا تن ملاك اللي درت بيه الفركسيه من شوية. الصلصة برضو ما نديرش فيها إلا بطماطم ملاك، والشاي بتاعي أكيد ملاك. يا حوتة تسمع فيا يا حوتة، نور يا حوتة، جماعة خش الحوش اهرب يا حوتة اهرب. ملاك، طعم اللي لمنا كلنا. إن شاء الله رمضانكم مبروك وسنين دايما تقبل منا ومنكم صالح الأعمال. سمحة لمتكم معنا وسمحة لما هيا اضرب وراك اضرب. ليه الاول مات. هي يلا البد يا راجل، البد خليها ليالين. الثاني مات. هاي طح، تعال بسرعه، قيمني يا راجل، تقيمني. عبي دخيره عبي بسرعه وراك. استاذي، موعد الجلسة الأسبوعية متاع حضرتك، الدكتور قدام باب، خليه يخش. قول له يدخل. اسمع، أنا عندي جلسة أسبوعية مع الدكتور، نتم نكلمك. أوكي، هاي ماشي. أهلا. نتذكر أنني مرة جيت فرحان نجري لبوي، فرحان، قلت له بوي، قال لي خيرك شو فيه؟ قلت له بوي، خدت الشهادة الثانوية بامتياز وقررت أنني بخش كلية طب، نطلع دكتور. شبح لي، أعطاني شربوخ على وجهي، حسيتها. قال لي هذا ما زال عقابها تخش دكتور. يتفه، ما عندناش حد في العائلة يطلع دكتور، احنا عائلتنا يا مناصب يا مسؤولين. مشيت زعلان لأمي، نبكي. وشن كان رد فعلها؟ أكيد طبعا حنان أمك يفرق. مين تعرفوا بيسمع حنان؟ لا مش قصدي، أنا قصدي حنان، عاطفة، مشاعر. طبعا أكيد حنان الأم. حتى هي أعطتني شلبوخ وقالت لي شنو؟ قلت لها دكتور، هذا ما زال عندناش حد في العيلة يطلع دكتور. شو تبين نقول اللي نسوين
في الميعاد وفي الافراح، نقول لهم ولدي رفيق جات له دكتور. اسمع يا رفيق، حليبي حرم عليك ليوم القيامه لو تمشي في الطريقه هوا، برا درق وجهك من قدامي. اسمع يا دكتور، شو رايك؟ انت تجي تاخذ مكاني ولا نجي ناخذ مكانك؟ قصدي نولي دكتور وانت تولي في المنصب بتاعي. لا طبعا، اكيد لازم نسمع كلام الوالده، انا ما نرضاش لك تمشي في الطريق هوا. ضيعت لي مستقبلي، ودرتني معك على اساس انا تو مستقبلي مفرش له بساط احمر. يادو منو هادو؟ شن جايين يبوا؟ هادو جايين يبوني هنا. انت منو انت؟ شن جاي تدير هنا؟ انت ايوه انا هو شحمه ولحمه، والنبي حكايه اننا نبي نصور معاك وسيلفي واحد فكنا منا الجو هوا كرهتك. تمام السيلفي هم نصور معاك، شن جاي تدير هنا انت؟ عندك جولة تفقدية مالها؟ اي تفقديه، اي تفقديه؟ تو انت صح لك تدير جوله تفقديه الا اليوم هذا بس؟ لا 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 لا، انا جاي بندير عمليه. عملية انتحارية مالها؟ انتحاريه؟ يا امي وخلاص، انتحاريه تشيني. انا جاي بندير عمليه قلب مفتوح. شنو؟ عمليه قلب مفتوح؟ يا سلام، على اساس انت عندك قلب باش تدير عمليه قلب مفتوح؟ يا راجل انا حياتي كانت واقفه عليك انت، علي توقيعه منك انت. مره يقول لي في امريكا، مره في بريطانيا، انا خاطري مره واحده يقولوا لي سافر لليبيا. ايه لما نجي بنسافر لليبيا يلغوا في الرحله باهي. ايش ندير فيك انت؟ شو ندير فيك؟ صلي على النبي سلومه وراس الشياب فوتها. الراجل عنده قلبه يوجع فيه، تو يموت لنا هنا نلبسوا قضيه سطو وقتل.
عملية سطو؟ قصدكم انتوا جايين بتديروا عملية سطو؟ لا والله، ما عندنا ما نديروا برا، قلنا جو نغيروا جو في المستشفى. هن علي الطلق كلا انت طجي. نهاركم اللي تدوروا فيه الدكتور آدم وسالم، شو غيرتوا نشاطكم ولا شنو؟ والله إلا قلبي كان حاسس، وأنا إحساسي والله عمره ما يخيب. معقولة دكتور محترم زيك أنت يولي مجرم؟ أنا كنت حاسة من الأول إنك أنت عندك حس إجرامي. أصلاً مرتك عندها الحق، مشت وخلاتك تستاهل. أنا اللي سيبتها وأنا اللي طلقتها، مش هي اللي سيبتني. تعرفين يا ياسمين طول عمري نفوت بمزاجي، فيش حد يقدر يفوت. لا عيب يا ياسمين، عيب منك. بعدين هذا دكتورك، تذكري مرة واحدة دار لك إجازة، ومرة واحدة قال لك عدي ما تدوري شيء، تذكرين هذين كلهن؟ عمره ما دارها. مرة قلت له بنمشي نعزي، قال لي لا خلاص مات، مشي عليه حالة. تتذكر فيها ولا لا؟ عيب يا مواطنين، عيب. هذا الكلام ما ينقالش قدامي، ما تنسوش ان انا قاعد في وسطكم، على الاقل حتى على هيبتي كرجل مسؤول احترموني شويه. انت تقعد ساكت، انت اللي جبت لنا الكلام كله منك. تو بنسألك سؤال معلش، لو خلاصك من المستشفيات ليبيا كلهن، ما لقيت وين تعاين لهنا والله دير توفير؟ لا عندي ملف تامين هنا في العياده. انت عندك فلوس متلتله هيك على قلبك، تقدر تعالج حتى في المالديف. المالديف يا فالحه يمشوا لها سياحه مش علاج. كيف رجل مسؤول زيك قاعد بروح؟ حراساتك وين؟ حراساتي خلوا سلاحهم وهربوا وخطفوا مدير مكتبي، حسبوها هنا. اكيد في مؤامره. يعني خلاص تو نحن قاعدين مع المسؤول الكبير رفيق عبد العظيم، فكر في اللي فكر فيه انا. مع شوية الناس اللي قعدوا رفيق هيك الفلوس بيزيدوا، معناه نقدروا نطلبوا فدية كبيرة. آدم، شو تدير هنا انت؟ علمهم في عملية لداخل ومستعجلة علبة، في زايدة بتتفجر. اي خذ لك، اي قضية تفجير جديدة. شو وقت بصارة يا سالم؟ برا تو جنب الناس اللي قاعدوا غادي، هادو كان يهرب منهم واحد نمشوا فيها. انتوا هيك ولا هيك بتمشوا فيها؟ باهي شو بيصير في موضوع عيني الله؟ انت تعال معي. معك؟ واخيرا الحمد لله، واخيرا في العمر هذا كله وبيتحقق حلمي بنولي دكتور. كيف يسع برا وشوفوا المريض، تجروا قاعدين تتكلموا. هاي توكل، هاي تعيش متدوى انت. ها خش خش خش. نحن الآن أمام موقع الأحداث، مسرح الحدث، حيث يتم احتجاز مجموعة من الرهائن داخل هذه المستشفى. نهار أحرف يا مشاهدين، تو جاني خبر أن من ضمن الرهائن المحتجزين الأستاذ الدكتور المهندس رفيق عبد العظيم. خلونا ناخذ فصل غنائي وبعدين نكمل المصيبة هذه. ترى بالله عليكم جيبوا لي قهوتي، موضوع شكله مطول هنا. شو رايك؟ لو انت جيبتيني هنا باش نقرا قرارات فتحي، انا نبي الخزنه، نبي الفلوس. انت كيف عرفتي بكير الخزنه؟ كان صبرت رك حجيت. هو صح أنا نبان هبلة، لكن هذا التمويه. طلعوا كلهم، اللي جنبي طلعت قالت فيه سلاح، وهو اللي كان واقف هنا حتى هو طلع قال مش عارف شنو عصابة مع عصابة. كيف جاي بنطلع؟ لكن ما رضيتش نخليه بروح الحق.
سخفني. شن فيه؟ تقتله ولا شنو؟ دكتور سليمان بالله عليك ما تزيدش توترنا، اللي فينا سادنا، خلينا ننقذ الراجل. شو رايكم في اللبس ها؟ طالع علي ولا؟ ها؟ جنينة والله. أمنيتي. ما تخافش، احنا بنديروا العملية إن شاء الله قبل ما يتضاعف الوضع. الله، أول مرة في حياتي، أول مرة في حياتي نحضر عملية لايف على الهواء مباشرة. كانت أمنيتي من وأنا صغير. النبي دقيقة بس. دقيقة دكتور، راجل دكتور بالله رجالي. خذ لنا النبي صورة معنا. أنا نبي نعرف منين جايب برود الأعصاب هوا، صورة شو اللي تحكي عليها؟ مش شايف الوضع قدامك؟ ما زال أنت تبي تصور وتنزل قصدك. مش عارف كيف كنت مقعمز على الكرسي. قاعمز على الكرسي، ما قالوا له قاعمز على الكرسي، هم اللي قالوا لي قاعد. أصلا نسمع في الكلام من وأنا صغير. مرة زمان لما كنت صغير مشيت مع عمي لعرس. خير اسمع. باي اسكت، تحكي لي من لما كنت صغير أنت؟ ما عندكش روح معدوة، اسكت. أنت خيرك هيك عصبي متعصب. زعما جرعة زايدة هيك ولا منقص فهم؟ ما تعصبنيش، ما تصدعليش راسي، خلينا نختم باهي. هي زايدة تجي على اليمين هيك ولا على اليسار؟ تعرفوا أنا ما تسكتش، معطيك نقصة في قلبك اللي جاي تعاين عليه هو بنريحك من العملية اللي جاي بتديرها مرة واحدة، اسكت. لا 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 لا، عارف قلبك طيب، ما تديرهاش. لا صحيح. شو العياط هو؟ اطلع خلينا نشوف شنو فيها. سلومة اكيد هذا النت عندهم فاصل. بالك الجهه هذيك ما فيهاش تغطي. لا شبيد الباقة تمت. ايه خير مكي، صورة وقفت تستر. ايه داونلود ضيف عندنا. طلعت ماك شويا يا استاذ رفيق، هذا كله يطلع مني. خيركم يا جماعة، شو فيه؟ معقولة اسمي مسجل في الملف وإن العملية بتفشل؟ مثلا منين جابوا النتيجة؟ الكنترول إجابة. لا ومش هيك وبس، وكاتبين إن العملية بتتم بمساعدة الممرضة اللي هي أنا وتوكتي وإشرافي اليوم، وبمساعدة حارس الأمن اللي هو أنا. علاش يا جماعة؟ علاش شو درت لكم؟ شو درت لكم أنا؟ تاني ما عمريش ظلمت فيكم حد، ولا عمري أديت حد أصلا. علاش تديروا في هيك؟ ما عادش تكلموني، ما عادش تكلموني، خلاص ما عادش تكلموني، ولا لساني لاغي لسانكم، أوكي؟ تو هذا وقتها تنقولك اسمنا متورط في عملية خطف وتقول ما عادش تكلموني. أنت مسؤول عن شنو؟ أنت ما نحطكش مسؤول حتى على شلاك ساعي. يا أنا بنعرف حاجة واحدة، أنت شنو داير باش يخطفوك؟ شنو داير؟ بعدين في حاجة تانية، هم كيف عرفوا إنك أنت جاي اليوم؟ ما هو موعد الكشف نتاعي، مو ديما نجي المستشفى ندير في تشيك على روحي ونشوف في صحتي. تزامنت العملية مع موعد الكشف، معناها 2 في 1. الله يسامحها نبيلة، ما كنتش تدير الفلطة بتاعها لا. في أسماء خشوا للمستشفى هنا وما عادش طلعوا منها. باهي علاش هم داسين أسمائهم هنا؟ كانوا بنعرف الفلوس وين حاطينهم. تكلم، قصدك هيك جايتنا على الأبيض اليوم؟ ما جيتوش على الأبيض، جيتوا في الوقت المناسب. أنا حقيتهم بعيوني وهم خاشين بالفلوس أنا للمستشفى، لكن وين حاطينهم بالضبط ما نعرفش. يوزعوا فيهم كل مرة شنطة من الشناطي اللي معاهم ينقسم. جبت لكم قهوة ليك أنت دكتور آدم حبيبي ب5 جنيه، وليك أنت ب50. يا عيت معبين 50. أنا خدت بهم باقة متاع النت، ما نبيش القهوة.
هابة حتى سكرها ما هو معدل. أيوة تمام تمام، كل شيء تمام. صار قلت لي جايبها باش تدير عملية تجميل. لقيت كيف الصبايا. وقعدتوا انتم اثنين كيف الصبايا. انا دبايري سود، انا شو دخلني؟ كلمه قلتها وهي شدت فيها. اي كلمه؟ انت اللي مشيت قدمت على القرض باش انا ندير العمليه. وقدمت على قرض اخرى باش تدير عملية. يعني ليش يا قول له اني انا مش مستحقه. قول له بالله عليك انت لو سمحتي اسكتي. انت هيك بعد العملية. انا قبل العملية كيف كانت هذه؟ كيف كانت؟ سالم يا سالم. اسكت احفظوا اسمي الناس، عدي بلغي فيها وخلاص انت اسكتي. المستشفى كلها يعرف اسمك. تي خيرك يا راجل ركز معي. قلت لك تو اتصلوا على التليفون الارضي متاع المستشفى وقالوا ان في قناه اعلاميه جت هوني قدام باب المستشفى. فتاة إعلامية ما نعرفهاش مني هذه. يا ودي مش فتاة إعلامية يا راجل، ركز معاي شوية. قلت لك قناة إعلامية، وتوا تواصلت معاي المذيعة وقالت إن هي حلقة الوصل بين المسؤولين وبينكم أنتوا، وقالت إن أنتوا جايين تغتالوا في رفيق. أعطتني حتى تليفونها. لمن اللي يغتالوا؟ لأن إحنا جايين نبوا 3 مليون بتاع المستشفى. 3 مليون؟